السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير على خير. اليوم غندير معكم سلو ديال رمضان اللي كيجي راقي وصحي ومزيان كما كتشوفوا. سلو باين غير من وجهه، باين غير من التعليكه ديالو، باين غير من التزيين ديالو بانه سلو ديال تحميره الوجه. فيه مذاق ومنظر كما كتشوفوا. غادي ان شاء الله نبدا معكم المقادير اللي بالتدقيق. عندنا هنا الكاوكاو كندهنوه بالزيت ونديروه في الفران ولا كتقليوه، اللي بغى يديرو واللي ما بغاش يديرو غيعوضوا باللوز. عندنا الجلجلان اللي هو عندنا منقي ومحمر في الكوكوت. عندنا اللوز اللي هو بقشرته كنقليوه في الفران. عندنا النافع وحبة حلاوة اللي غادي نكونوا طاحنينهم. عندنا القرفة، عندنا اللوز اللي هو مفسخ ومقلي او كندهنوه نديروه في الفران. كلشي عندنا صحي. الطحين اللي هو كنحمروه يكون هكا ما محروقش، يعني يكون اللون ديالو يلا ذهبي ما يكونش غامق، باش مي كنخلطو كيجينا السفوف ديالنا او سلو بتوجيهه زوين وشاد اللون ديالو. كما كتشوفوا اللوز باين، كلشي راه باين. علاش كندير اللوز بقشرته النص ديالو من هكا بقشرته؟ باش كيعطيني داك اللوغو ديال بخانيني. ان شاء الله مي غادي تشوفونا كيفاش غادي نطحن هذا اللوز ديالي. السكر كلاصي اللي غادي ان شاء الله نديروه، ما غنديرش السنيده باش ما كتبقاش تخرج تغزز لكم في السنان ديالكم. غادي نشد انا هاد القامه كامله ديالي كنخلطها في البانيو، كندير اللوز والجلجلان اللي محمر والنافع وحبه حلاوه اللي عندنا. دابا انا عندي كميه ديال 4 كيلو، وفي صندوق الوصف راه ان شاء الله غادي يكون المقادير اللي هما مضبوطين. وكما كتشوفوا غادي نخلط كل شيء وغنخلي واحد الكميه ديال الجلجلان واللوز في الاخير من يطحن ليا السلو ديالي. كما شفتوا غادي نديه لعند المول الحلوه اللي كيطحن لينا اللوز، غادي نطحن عنده هاد السلو ديالي اللي غادي يتعلق غير بالقوام، ما غندير فيه لا زيت لا والو. غادي نبقى نطحن على حساب باش غيتعلق ليا هاد السلو ديالي كيجي مقوم غزال ومعلق كما كتشوفوا. شي حاجه مزيانه بهاد لا ماشين ديال اللوز اللي كنطحنوا بها حنا العقده د اللوز غنطحنوا بها. عندنا اللي كطحن يعني السفوف، يعني كطحن لينا سلو من احسن كيعلكو مزيان يعني بالطحين ديالو. هانتوما كما كتشوفوا جبتو عند عند مول الحلوه من الماكينه وشديته حطيته في البانيو باش يبرد ليا. غادي ندير فيه ديك 4 ديال الزبده اللي مزيانه غنشدها ونديرها. علاش غادي نديرها؟ باش غنبرد داك السفوف ديالي، ومع فيه السكر. يعني السكر بالنسبه انا دابا عندي هنا 4 كيلو ديال الطحين وعندي 6 كيلو ديال القوام. درت انا 4 الزبده حتى نص كيلو، يعني غتشوفوا نتوما على حساب الكميه كيفاش جاتكم. وغادي نديرو محدو سخون، غادي نرمي داك الجلجلان ديالي وداك اللوز والزبده وغادي نبقى نعلك، غنخليها تتبرد شويه وغادي نبقى نعلكها مزيان تندخل داك الجلجلان وندخل داك اللوز ديالي وديك الزبيده اللي غادي تبقى تجينا السفوف ديال السلو ديالنا لين، يعني ما يجيشنا قاصح. حيت السكر ملي كيكون سخون ولا كينشف كيقصح الحاجه. هانتوما كيما شفتوا كتشوفوا كيفاش كندير ديك الزبيده، هي باش غنعلك داك السفوف كامل وتيجينا مزيان. واحد الريحه دايزها الكلام طالعه منه. مسكه حره راه كنديروا 10 دراهم يعني معلقه صغيره. القرفه درنا 4 مطحونه من القرفه المزيانه يعني عواد وطحناها. النافع وحبه حلاوه بيناتهم 4 مطحونه غبره، يعني شي حاجه لينا باش كنعلكوها مع صافي. وكنديروا 3 كيلو ديال الجلجلان، 2 كيلو
نص ديال اللوز، لان النص كنطحنوه نص كيلو محمر بقشورته والاخر مقلي، والنص كنديروه او كيلو اللي غنديروه للتزيين. كما شفتوا كلشي راه باين. كما قلت لكم داك الكاوكاو ولا هذا تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش، ماشي مشكل. هانتوما كنبقى ندير فوق البوطاجي عندنا ديال الخدمه، راه ماشي عندنا فيه شي حاجه اللي غير ديال الخدمه على الرخام. كنبرد فيه داك الصفوف ديالي كامل، كنعلكو هانتوما كما كتشوفوا، ومازال غيطلق لينا ليدام. واخا تشوفوا ما فيه هذا لا زيت لا والو، ديك كنحكو مع ديك الزبيده وهذا، ولكن راه كنعلكو صافي وكنخليوه حتى يبرد لينا في البانيو مزيان. وعاد كنشدوه كنديروه في الطاسه ديالنا اللي غنحطو فيها ديال السفوف. وغادي نشد دابا للتزيين الاخير، غنشد هاد المول هذا ديال لي كيك او لي كيك الديسير، غادي نشدو ندير فيه البلاستيكه، وغادي ندير داك السلو ديالي مزيان نحطو فيه تا غادي يجينا كما شفتوا معلك وغزال صافي. وغنزينوه بالجلجلان واللوز والقرقاع، ونزينوه بداكشي اللي بغيتو، غادي يجينا من داكشي الرفيع كما كتشوفوا. سلو باين راسو، انا هي كنهضر وباين كيفاش جا. كندير ديك الخطوط بالجلجلان. زينوا باش ما بغيتو، اللوز كاسي اللوز ايفيلي باش ما بغيتو زينوا السلو ديالكم. المهم هذا هو السلو اللي صحي، هادشي اللي بغيت نوصل لكم، سلو صحي وصحي بزاف. كتاكلوا كتعرفوا شنو كتاكلوا، ما فيه حتى شي حاجه اللي ما هي صحيه، ما فيه لا زيت لا حتى حاجه، كلشي محمر في الفران. انا كنقول لكم القليان هي الا بغيتو، ما بغيتوش تدهنوا بالزيت وديروه في الفران. ساهله ماهله هاد السلو هادي. كنتمنى ان شاء الله تابعوني في حلويات امينه للمناسبات باش تشوفوا الجديد ديالي وتشوفوا نصائح اللي هي مهمه بزاف، وتشوفوا سلو اللي هو مزيان. ان شاء الله غادي نشارك معكم سلو واحد اخر باش تشوفوه كي غادي يجي ان شاء الله، ومعسلات اخرين اللي هما غادي نديروهم. دابا كنحاول هي كندخل لكم حاجه بحاجه، لان باقي عندي المناسبات ديال العراسات ديال الناس. غادي ان شاء الله من سالي انا معكم حتى ان شاء الله نكملوا هاد العواشر كامله ان شاء الله. كما شفتوا الواحد يدير شي حاجه اللي هي صحيه، بنادم ولا كلشي مريض ورمضان مبارك على الجميع. كنتمنى ان شاء الله يبعد علينا هاد الغلا وهاد الوباء وهاد الزيار اللي حنا فيه. كنتمنى ان شاء الله تابعوني في حلويات امينه للمناسبات، شوفوا الجديد ديالي، بارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب باش تشوفوا مناسباتي اللي هما ساهلين وراقيين ومزيانين. ديروا لايك واشتراك. الى فيديو اخر ان شاء الله بصحه.